تعالوا ناخد نموذج للشجاعة فعلا من خلال شابة صغيرة كانت اسمها كاترين. كانت عايشة في اسكندرية في القرن الرابع، وكانت الشابة دي متربية على العلوم والفلسفة والأداب زي ما ربتها أمها ونشأتها. بعد ما كبرت شافت رؤية عجيبة، الست العذراء وهي شايلة السيد المسيح بيبصلها وراح مدور وشه الناحية التانية. استغربت جدا وصحيت حكت لأمها، وأمها كانت مسيحية بس في السر، ودلتها على واحد من النساك. راحت قالت له القصة، قال لها ربنا عايزك تقربي له أكتر وعايزك تتعمدي وتكوني مسيحية. وفعلا ابتدت تقرأ في المسيحية لحد ما حبت السيد المسيح جدا، كل ده وكان عمرها 18 سنة. وراحت اتعمدت، وبعد المعمودية شافت رؤية تانية أجمل. شافت السيد المسيح بيقرب لها وبيلبسها خاتم في إيديها على إنه هو هيبقى عريسها. في الوقت ده كان في استشهاد عنيف في اسكندرية. الغريبة إن البنت الشابة الصغيرة جابت شجاعة عجيبة، وراحت تقوي المساجين المضطهدين من أجل اسم المسيح علشان يثبتوا ويستشهدوا. طبعا اتعرفت سيرتها بسرعة وأخدوها للوالي اللي شهدت قدامه بالمسيح، وطلبت إنها تروح للإمبراطور. راحت للإمبراطور وواجهته وكلمته قد إيه المسيح هو الله الحقيقي الظاهر في الجسد. ما قدرش يقنعها ولا قدر على حجتها. جاب لها 50 فيلسوف، كلهم فشلوا في إن هم يثنوها عن إيمانها بالمسيح، لدرجة إن الإمبراطور أمر بإعدامهم كلهم. أنا مش عارف كاترين الشابة اللي عندها 18 سنة جايبة منين شجاعة تقف قدام 50 فيلسوف بيقودهم الإمبراطور. بعد كده دخلت في الأكتر سلسلة من العذابات والإهانات، كانت نتيجتهم إن زوجة الإمبراطور تؤمن بالمسيح، وواحد من قادة جيشه يؤمن، ويستشهدوا هما الاتنين على اسم ربنا يسوع بإيد الشابة كاترين. أخيرا يؤمر الإمبراطور بقتلها، وفعلا تستشهد على اسم السيد المسيح. طبعا المسيحيين والمؤمنين كانوا متابعينها وفخورين بيها جدا وبشجاعتها. أخدوا جسدها وقالوا يخفوه في حتة بعيدة، أخدوه من اسكندرية ودوه لحد فين؟ لحد جبل سينا، الجبل القديم اللي كان ظهر عليه ربنا لموسى زمان في العليقة. كان ساعتها دير وكان اسمه دير التجلي، فدفنوها هناك على إحدى التلال اللي جنب الدير. وتمر 5 قرون كاملة ومحدش يعرف مكان الجسد واتنسى. لكن أحد الرهبان يشوف رؤية إن فوق أحد التلال اللي جنب الدير في جسد مدفون للقديسة كاترين، ويروح هو والرهبان ويحفروا ويلاقوا الجسد، جسد شابة عليها علامات عذابات، لكن كمان جسدها لم يتحلل. مش بس كده، لقوا في صابعها الخاتم إياه اللي ربنا يسوع كان لبسه لها في الرؤية، اللي بعد كده أصبح تقليد عند بعض الراهبات في الغرب، إنه بقوا يلبسوا خاتم في إيديهم تشبها بالقديسة كاترين عروسة المسيح. وأصبحت هذه القديسة رمز للشجاعة ومواجهة الشر والثبات على الإيمان. شابة صغيرة لم يتجاوز عمرها 20 سنة أصبح دير من أشهر أديرة العالم على اسمها، دير سانت كاترين.